بيكم في الحلقة الثانية من حلقات ليالي باستت. خلينا نبدأ في القراءة على طول. خليني أفكركم إن ليالي باستت بالضبط كأنها ممرة أو استخارة بدون حروف، بدون أسماء، بدون أبراج. أنت بتشوف الطاقة، ولو انطبقت عليك يبقى القراءة كلها ليك، لو ما انطبقتش عليك استنى في ليالي تانية كتير، أكيد في مرة من المرات الطاقة هتكون ليك. هستخدم النهاردة في كروت الطاقة كروت تارو من عليا، هسيب لكم لينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. اللطيف في عليا انها لما تبيع لكم ديك بتنزلها لكم حصري بقناتكم انتوا فقط لمدة شهر، وبعد كده بترجع تنزله في الستور تاني. اوكي، يلا بينا نبدأ على طول. بجد طاقة الكروت تجنن، والماتيريال حلوة جدا جدا. عليا بتستورد الكروت دي من برا مصر، وهي كروت اوريجينال. عندها كمان كروت هاي كوبي، وده والله العظيم مش اعلان خالص، هي بس قالت لي ان مادام انتي اخدتي الكروت دي فهي خاصة بيكي لمدة شهر حصري، مش هنزلها لا في الستور تاني لحد ما انتي تكملي بيها شهر. ودي حاجة كنت شايفاها لطيفة جدا جدا، فقررت ان انا اعمل لها ريفيو لطيف مش اكتر. لو انتوا راجعتوا فيديوهاتي اللي قبل كده كنتوا هتعرفوا ان انا ما بقولش انا جايبه كروتي منين غير لو حد سألني. يلا بينا نشوف طاقتكم النهارده عامله ازاي. مالكم؟ نشوف طاقه الشريك، نفس الشخص العنيد بتاع الحلقه اللي فاتت مازال موجود في القراءه دي. لو انتوا بتملوا بسرعه حاولوا زي تدخلوا على القراءه على طول. يلا بينا. نفس الشخص بتاع امبارح والله. انتوا خدعتوا نفسكم. اوكي، خليني انزل كل الكروت وبعد كده ابدأ ان انا اتكلم. هننزل للأسف كارثة تاني هنا، في طرف تالت دخل في العلاقة دي بالتأكيد. طاقتكم انتم لكتير قوي منكم انتوا حاسين بخيبة أمل، حاسين ان مفيش اي حاجة ممكن ترضيكم في حياتكم، عندكم افكار سلبية جامدة جدا، يعني عندكم كمان حزن شديد وقوي، مش قادرين تشوفوا السعادة في اي مكان. مش يعني ممكن يكون عندكم حدث قوي جدا جدا في المحيط بتاعكم او في العيلة عندكم مخليك مش عارف تستمتع باي حاجة بتحصل. شايفة كمان ان انت حزين على فقدان حد مقرب منك جدا جدا، ممكن يكون الشخص ده يعني بعد الشر يعني سافر لكن ما ماتش، وكتير منكم في اشخاص هنا اوريدي متوفيين، انتوا عندكم حزن شديد وقوي جدا عشانهم. خليني اقول لك كمان ان انت شايف ان انت حطيت توقعات كتير جدا في الشخص ده، التوقعات دي ما كانتش واقعية بالمرة، كانت كلها توقعات وردية.
ندمان جدا جدا على الطريقة اللي مشيت بيها الامور في العلاقة دي. شايفة كمان ان انت متحسر قوي على نفسك، صعبان عليك نفسك. على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من ان انت فعلا صعبان عليك نفسك، الا انك خليني اقولك ما بتأنب نفسك. انت على الرغم ان صعبان عليك نفسك بس مش بتراعيها، مش بتقولها معلش، مش بتقولها حقك عليا، مش بتقولها انا اسف، مش بتدعم نفسك، انت بتكسرها. لا انت يعني بتقول انا صعبان عليا نفسي بس انا السبب في اللي انا عملته، وانا وعمال تحمل نفسك فوق طاقتها. نفسك تعبت وليها عليك حق. شايفه كمان ان في طاقات سلبيه كتير قوي قوي حواليك، وتحديدا الطاقات دي جايه من شخص معالج. ممكن يكون معالج روحاني. الشخص ده ممكن يكون بيتلاعب بطاقتك او يتلاعب بيك، خد بالك من النقطه دي. تمام. شايف ان انت ضيعت وقت ما كانش ليه لازمه انك تضيعه على الشخص ده او في العلاقه دي. شايفه كمان انك بتفكر تطلب مساعده من اشخاص حواليك لكن مش عارف تطلب المساعده من مين. كتير منكم انتوا هنا بتفكروا كمان في تقسيم ميراث، او بتفكروا ان انت بعد ده كله كنت تستاهل مكافأة. مش مهتمة اصلا بالشريك ده دلوقتي خالص، انت منغمس فعلا في اكتئاب، واكتئاب من الواضح انه قوي. هونوا على نفسكم يا حبايبي، دي مش اخر الدنيا، ودي مش نهاية العلاقة. وحتى لو نهايتها لسه في قصص كتير هنعيشها، والماضي خير دليل. الاشخاص اللي كنا حاطينهم فوق رؤوسنا في الماضي هم دلوقتي تحت اقدامنا، وبنضحك على اللي احنا كنا بنعمله في نفسنا عشانه. فالدنيا ما بتقفش على حد، حقيقي حقيقي. ومحدش يقول لي بتقف، بعد سنين كتير بتكتشفوا انها ما وقفتش ومشيت عادي. وهي دي الدنيا. انت الوحيد اللي هتهتم بنفسك، انت الوحيد اللي هتسعد نفسك، انت الوحيد اللي هتدعم نفسك، انت الوحيد اللي هتطبطب على نفسك. ما تستناش من حد طبطبة. خليني اقولك ان انت لو استنيت حد يطبطب عليك بدالك هتفضل مستني عمرك كله. وحتى لو حد طبطب عليك فهي تكون مرحلة من حياتك وهترجع تاني منتظر. فقدم لنفسك الدعم عشان لما حد يجي يقدمه لك تكون بس زيادة دلع مش اكتر. لكن لما تعود عليه ميرسي جدا جدا ليك، مش حاجة كبيرة قوي عملها لي. لان احنا كتير قوي بنكونش بندعم نفسنا، لما يجي شخص يدعمنا بنقدره جدا وبنشيله وبنرفعه فوق. ما تدوش الناس زيادة عن حجمها. شايفة كمان انك الفترة دي انت برضو ندمان على اللي حصل في العلاقة، بتحاول تتعلم من اخطائك. طاقة الشخص ده التاني، الشخص ده دبلوماسي جدا جدا. ممكن يكون استلم منك مسج في الماضي، ومش شرط يكون مسج مكتوبة، ممكن يكون حد وصل له على لسانك كلام انت اصلا ما قلتهوش. وممكن كمان يكون هو اوريدي استلم منك مسج عن طريق الاحلام او عن طريق التخاطر، يعني بدون عمد او حتى عن عمد منك. او الحالة اللي انت فيها عامله له ازعاج، شايف ان انت بتوصل له رساله مزعجه. يمكن انت شايف ان هو شايف ان انت قادر تعيش من غيره، وكان فاكر ان هو سندك، فشافك ان انت بعد ده كله قادر تعيش من غيره ومبسوط، مش محتاج دعم ومش محتاج طبطبته ومش محتاج اي حاجه من الحاجات دي. فلذلك هو متضايق. ودي يمكن هتكون الرساله المزعجه، يعني مش شرط تكون رساله بالفعل. شايفة كمان ان الشخص ده ما كانش جاد في بداية العلاقة معاك، كان عنده نوايا نوعا ما مش طيبة. شايفة كمان ان في شخص هنا بينقل اخبارك للشخص ده، الشخص ده مقرب منك جدا جدا انت متعرفوش. اوكي. شايفة كمان ان في لبعضكم بينكم بلوكات، وحتى لو الشخص ده ما فيش حد بينكم فهو ممكن يكون بيراقبك من اكاونت تاني غير الاكاونت بتاعك الاساسي. ممكن يكون الشخص ده تعرض لتشويه سمعة في العمل، وهو شايف ان هو دلوقتي في امتحان صعب جدا جدا جدا، او هو بيمر بكارما. خليني اقول لكم انتوا الاتنين ممكن فعلا تكون بتخلصوا كارما. اوكي. الشخص ده في بينكم مسافات، او في بينكم يعني حد اصغر من التاني. يمكن الرجل هنا اصغر من الانثى، او الانثى هي اللي اصغر، الانثى هي اللي اصغر من الرجل بكتير. الشخص ده على فكرة لو انتوا فعلا منفصلين هو بيتجنبك تماما في فترة الانفصال عشان خاطر الموضوع ما يكبرش عن كده. خليني اقولك كمان ان
الشخص ده بيراقبك وعايز يرجع لك، بس خايف في حد هنا بيأثر عليه بطريقة وحشة. شايفة ان الشخص ده لكتير منكم ممكن يكون عمل معاكم موقف في الماضي، حسيتوا ان الموقف ده يعني فيه موقف انت قلت له ما تعملهوش، هو بالفعل قرر ان هو يعني الموقف ده سبب برضو انتهى العلاقة. يعني انت طلبت منه ما تعملش الموقف ده تاني، او ما تعملش الفعل ده تاني، او ما تكلمش فلان فلاني تاني، بس الكروت هنا بتقول ان حصل نفس الاحداث والشخص ده اوريدي ما سمعش كلامك، كان بس بيهودك، يقولك اوكي مفيش مشكلة، بس بيهودك. لو انتوا بتلجأوا لأي شخص، بس عندي احساس ان الشخص ده هو اللي بيلجأ لحد عشان يكشف عنك، او يقرأ لك فنجان، يقرأ لك تارو، او بي يعني في هنا طرق من طرق الكشف، في هنا طرق من طرق الكشف، بس هي مش هتكون لكل الناس، هي تكون للاشخاص اللي فعلا عندهم شعور ان طاقتهم منهكة بطريقة كبيرة. شايفة ان الشخص ده اوريدي هو بيلجأ لمعالج، او بيلجأ لشخص عامل نفسه شخص روحاني، بس هو مش شخص روحاني اطلاقا، هو اوريدي الشخص اللي بيلجأ له هو شخص بيتلاعب بيه. شايفة ان انت شايف انك خدعت نفسك في الماضي مع الشخص ده بما فيه الكفاية، فشايف ان الفترة دي كل اللي انت محتاجه، انت محتاج انك تحمي نفسك. خليني اقولك كمان ان انت الفترة اللي فاتت او الفترة دي احتمال تتلقى دعوة لديت تنزل مع شخص، مش شرط يكون شريكك، او الموضوع ده اوريدي حصل في يونيو الماضي، شهر يونيو. تلقيت دعوة فعلا من الشخص ده، والدعوة دي كانت رومانسية جدا، خلتك مستغرب ايه اللي بيحصل، او انت التقيت بالشخص ده صدفة ولقيته قاعد في ديت واستغربت جدا جدا واتصدمت فيه. ممكن تكون الشخص ده حاول يعتذر لك كتير وانت ما قبلتش اسفه نهائي. في احداث كتير حصلت في العلاقة دي انت ما كنتش مرتب لها، ما كنتش متوقع انها تحصل، ويمكن الاحداث دي اثرت عليك جدا. لكتير منكم اكتشفتوا بالصدفة وجود طرف ثالث في حياة الشخص ده، وعرفتوا ان انتوا في ثيرد بارتي، يعني في حفلة علاقة ثلاثية، اوكي، بس انت كنت فاكر انك انت الطرف الثالث والشخص ده دخيل، الشخص ده يعني انت دخلت في العلاقة دي، لكن خليني اقولك ان الشخص ده طرف ثالث هو اللي تدخل في العلاقة دي، يعني انت كنت موجود في البداية، هو جه بعدك. الشخص ده على فكرة بيحاول ان هو يضايقكم ويزعجكم عمدا، لان دي خطة هو عملها لك، يخليك تتضايق، يخليك تغير عليه، يخليك متعصب، يتجاهلك عن عمد. هو بيعمل كده عشان شايف ان الحركات دي كلها هي اللي ممكن ترجعك تاني، هي اللي ممكن تخليك تاخد خطوة تجاهه. الشخص ده لحد الان محتفظ بصورك ويمكن بيساعده في كل الكلام ده شخص من برج الدلو. لكتير منكم في هنا حد او شخصية اسمها وفاء، او في هنا اشخاص من برج العقرب، من برج الاسد، من برج الحوت، وكمان من برج الدلو. الشخص ده يمكن كان شايف نفسه سند ليكم، بس لكتير منكم انتوا فعلا اكتشفتوا مفيش سند في الدنيا غير ربنا بعد ما الشخص ده جرحكم جرح كبير. عايزه اقول لك ان الشخص ده ما جرحكش جرح كبير عن قصد، الشخص ده بيحبك، بس الفكره كلها ان هو بيخاف جدا جدا من الالتزام، ومش الحب يعني الحب القوي، الحب الافلاطوني، هو بيحبك الحب العادي عشان ما كنتش بضحك عليك. لكن خليني اقول لك هو خايف من الالتزام في العلاقه دي. ولكتير منكم لو انتوا كنتوا بتطاردوا الشخص ده في الماضي وتعبتوا وبطلتوا وقفتوا طاقه المطارد وهو كان الهارب، الشخص ده الفترة الجاية هيطاردكم كتير جدا جدا، وهيندم أشد الندم على اللي هو عمله فيكم. هيحاول يثبت لكم إن هو عنده وفاء وعنده إخلاص ليكم، بيحبكم جدا، لكن انتوا هتكونوا بصعوبة مش هتصدقوا بسهولة اللي هو بيحصل. خليني أقولك إن الشخص ده ممكن يكون عنده علاقات مشبوهة كتير جدا جدا، مش شرط علاقات عاطفية، ممكن يكون عنده أصدقاء مثلا مطالبين، يعني مطلوبين من القانون، عنده اشخاص فعلا علاقته بيهم مشبوهة، علاقات مشبوهة مش شرط تكون علاقات عاطفية. في علاقات مشبوهة لشريكك هنا انت متعرفهاش، خصوصا لو الشخص ده في عمر 25 وانت طالع. الشخص ده يحاول ان هو يعاملك بقلب بارد جدا جدا،
علشان شايف ان هو بالطريقة هيعلمك درس. في اشخاص هنا هتجيلك اشارات، شوية تحس ان الشخص ده عايزك وعايز يقرب منك، شوية تحس ان الشخص ده لا هو مشي وسابك وعارف طرف تالت، شوية تحس ان الشخص ده بيغير عليك، وشوية تحس ان الشخص ده مش فارق لك. هتحس شعور الاشارات المختلطة الفترة الجاية. العلاقة دي فعلا لو انتوا كنتوا فاكرين انها سرية، لا، العلاقة دي العلن او ناس كتير جدا كانت تعرف بيها، وهو كان بيحكي طول الوقت عليك ومع اشخاص كتير وكان بيتكلم عليك في ظهرك. خليني اقولك ان الشخص ده بيقولك انا بعدت مضطر، الماضي هو اللي دفعني ان انا ابعد. شايفه ان في مقابلات هنا هتكون صدفه بينك وبين الشخص ده الفتره الجايه. شايفه ان انت مش هتكون نوعا ما مبسوط بالمقابلات دي، لكن يعني عادي، مش هتفرق معاك. بدأت انك هتحب، او الفترة الجاية تعرف يعني ايه الحب الغير مشروط، لانك هتكون بدأت ان انت تحب الشخص ده حب غير مشروط. فترة الخريف تحديدا هتقابل فيها مع الشخص ده صدفة كتير، او هتقابل اسمه كتير، او هتشوف بوستات ليه كتير، او هو اوريدي ينزل لك ستوريز كتير. شايفة في حرف السين وحرف الثاء هنا. الكروت هنا بتقول لك اخلع من الشخص ده، لان الشخص ده مش عارف راسه من رجليه. اهرب اهرب. الشخص ده لكتير منكم متعرض لسحر، او انتوا العلاقة دي اوريدي هي اللي تعرضت لسحر من قبل اشخاص مقربين من الشخص ده، او من الطرف الثالث اللي اتدخل في العلاقة دي. دي كانت الحلقة الثانية من ليالي باستت. لو طاقة ما انطبقتش عليك، اعرف انها تنطبق في مرات تانية كتير. خدوا بالكم على نفسكم، بحبكم قوي. اشوفكم في حلقات تانية كتير من ليالي باستت. قولوا لي عجبتكم الفقرة دي، اكتبوا لي في الكومنتات نكملها ولا نقطعها. باي باي.